تنطلق في ميسان مسابقة الحمام الزاجل. مشهد بات يتكرر باستمرار في ظل المنافسات التي يجريها مربو الحمام الزاجل، هواية أخذت تستقطب العديد من المربين في عموم البلاد، حتى أصبح بعضهم من الأسماء المعروفة في تربية هذا النوع من الحمام. سباقات الحمام الزاجل التي أقيمت في ميسان استعانت بالأسحار حديثة لتسجيل المسافات التي تقطعها الطيور خلال المنافسة. 10,062 حمامة تماما، 457 هاوي من مختلف مناطق بغداد، 13 نادي شارك بهذا السباق، 10 عربات طلقت الحمام في نفس الوقت. السباق الذي أطلق المنظمون عليه اسم سباق السلام الوطني للحمام الزاجل شارك فيه 13 ناديا و457 هاويا من مختلف مناطق بغداد، ليبدأ انطلاق هذه الطيور مع بداية شروق الشمس من هور البطاط بناحية السلام متوجهة إلى بغداد. عدد المتسابقين يعني ماكو بالدول العربية 10,026 حمامة مسافة 320 كيلو، 457 متسابق. أول سباق بالعراق بالوطن العربي من عدد حمام ومتسابقين. عدد الأندية 13 نادي. الهواء الشمالي اليوم، الشمس واضحة، الرؤية مالتها شمس قوية. تربية الحمام وتدريبه من أقدم الهوايات، إلا أن للحمام الزاجل خصوصية كونه يتمتع بذاكرة قوية تسعفه على قطع مئات الكيلومترات في سبيل العودة إلى موطنه. وزارة الثقافة تحتفي